Ready? Let's go. Happy birthday to you. ونقول صباح الخير. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي احسن صحه وحال. هنبتدي اليوم بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفلوج ده متصور يوم عيد ميلادي وقلت اشاركه معاكم بما انه كمان هيبقى اول يوم مصيف، واخيرا يا ولاد انا صيفت، انا رحت البحر. طبعا اللي متابعني عارف ان انا من اعداء الشمس ومن اعداء الصيف، بس بعشق حاجه اسمها بحر، واللي بيمنعني ان انا اروح هو الشمس. ولكن اليوم ده كان لازم احقق كل احلامي. المهم صحيت بدري جدا، كان عندي مشاوير حكوميه كتيره قوي، فقلت لازم اروح شركه النور وشركه الكهرباء، اسمها شركه ايه، شركه الكهرباء وشركه الميه. بصوا لفت كتيره قوي وما رضيتش اصدعكم معايا، بس انا قلت لازم ابتدي اليوم بان انا اخلص كل المشاوير اللي ورايا. بعدين روحت البيت، خدت شاور واتغديت وقعدنا شويه، كان في مسرحيه شغاله اتفرجنا عليها، وبعد كده قلت ايه، لا انا محدش عبرني، لازم اجيب لنفسي هديه. المهم وانا راجعه جبتهم عادي من الطريق، اللي هي ستاندات اللي بتبقى في الموقف دي، صارفه ومكلفه. جبت كفر لل اسمه كفر ولا جراب للموبايل، وجبت كمان نضاره شمس جديده، علشان يعني ايه، انا كنت عايزه اجيبهم عادي بس انا قلت اجيبهم لنفسي يوم عيد ميلادي، احساس كده ان انا جايبه لنفسي هديه يعني. ودول بقى مش انا اللي كنت جايباهم بصراحه، فيعني ايه فن اختيار الهدايا. البت دي بتحب ايه يا ولاد؟ عارفين ان انا بعشق الحاجات اللي فيها شطه، وجابت لي شوكولاته، وجابت لي كمان البرفيوم الصغنن ده، وثانك يو. المهم حطيت بقى كل الحاجات في مكانها، وكنت ناويه اليوم ده ان انا هحارب كل الاكتئابات وكل الضغوطات، ولا انا هتبسط. احنا كبار ومفيش حاجه اسمها عيد ميلاد ولا الكلام ده، انا عارفه، ولكن هو مجرد احساس نفسوي كده، انه انا عايزه اكون مبسوطه وخلاص، او يوم من الايام وبس كده. بنكبر والعمر بيعدي وبتاع، بس لو قعدنا نفكر في الحاجات دي حقيقي هنكتئب، والحياه كئيبه بما فيه الكفايه. فلا، انا قلت النهارده انا هتبسط، يعني هتبسط. السنه اللي فاتت انا دايما ببقى نفسي في حاجه معينه يعني، فاقول لنفسي انا هشتريها لنفسي يوم عيد ميلادي، علشان احس ان انا ايه، هديت نفسي بحاجه. فحطيت كل الحاجات في مكانها، وبعدين رحت عشان اجهز الحاجات اللي هاخدها معايا واحنا رايحين البحر. طبعا الهدوم اللي هتلبس، والطاقية بصراحة حطيتها منظر كده، بس هي مش بتاعتي، هي بتاعت زوزو. وطبعا والنضارة والصن بلوك. الصن بلوك انا بستخدم اليجون وانفينيتي، وهعمل لكم عنهم ريفيو قريب، بس اللي عايز يجيب اي حاجة فيهم، الاتنين حلوين جدا، اول مرة في حياتي اروح البحر وما تحرقش. بس طبعا نفتكر ان احنا نكرر الصن بلوك كل ساعتين. واخيرا انا طبعا لاغيه الصوت الاصلي بتاع الفيديو، بسجل لكم عليه صوت، بس لو كنتوا سمعتوا صوت الفيديو انا اللي هو يا بحر، كنت عامله زي الاطفال، يا بحر يا ولاد. احنا في دمياط، وانا في دمياط الجديده، يعني الناس حتى اتعرفت على ناس هناك يقولي ازاي انتوا من هنا، اكيد طبعا انتوا كل يوم على البحر. هم يا ولد انا بشوف البحر كل مره كل سنه يوم كده مره ولا حاجه. يعني احنا عندنا بحر في دمياط الجديدة، وفي بحر في راس البر، وجمصة مش بعيد فيها بحر برضو. وسبحان الله بقى ما بنروحش، انا عن نفسي ما بروحش، مش لاقي حد يجي معايا، مش لاقي حد يشجعني. ماما وبابا مش بينزلوا المية، مش بيقدروا، واخواتي مش موجودين، وجوزي مش موجود ومالوش في البحر اصلا، اللي هو حتى لما بيجي هو مش من هواة البحر، يحب حمامات السباحة اكتر. المهم قلت استفتح بقى، هحقق احلامي. دي بقى اسمها عندنا يعني اسمها ام الخلول، معرفش عندكم اسمها ايه، بس هي مش بكلاويز، البكلاويز بيبقى كبير وبتاكل، دي بتبقى بتاعه كده، في منها ني وفي منها مالح، يعني عليه ملح. دي جبتها اللي هي الملحه دي، الحبه الصغننين دول ب20 جنيه. طبعا دي الايد الصغننه اللي عدت دي كانت ايد زوزو، بتقول لي ده كخ، وهي عايزه تاكل الكخ اللي انا هو بصراحه كان طعمه وحش قوي. بس انا كنت نفسي يعني من زمان، عارفين زمان كنت بحبه، معرفش لما دقته المره دي ما حبيتوش خالص. وبعدين قعدنا شويه على الشط. وبالنسبه للاسعار عشان الناس اللي هتسالني، انتي لما بتوصلي الموقف عادي ممكن تركبي مواصلات اللي هي العاديه، الميكروباصات، معرفش بكام بصراحه، الفرد ب3 جنيه ب4، معرفش. ممكن تاخدي تاكسي، التاكسي بياخد 30 جنيه من الموقف للبحر. الشط الدخول مجاني عادي، بس بتاخدي بقى الشمسية والكراسي والترابيزة وبتاع، يعني حاولي تفصلي معايا، اقولك ب80. يعني انا شايفة ان الاسعار عادية. كان هنا حد بيطير طيارات في السماء، فكنت قاعده اصور الحاجات اللي ينفع تتصور يعني. وزي ما قلت لكم نرجع للاسعار، انا شايفه الاسعار عاديه، ما عدا اسعار الحاجات بقى اللي هي البسكوتات والشيبسيات والكنز والاكل والحاجات اللي هي على الكافيتريات اللي موجوده، معروفه ان بتبقى اسعار سياحيه شويه، ولكن برضو
مش شايفاها مبالغ فيها، يعني احنا مش في الساحل فاهميني، بس عادي الحاجات بتعدي. غزل البنات ده عدى. دي زوزو اللي هناك دي ماشية بتستكشف المية، وأول لما توصل عند المية تيجي بقى عليها شوية تلاقيها راجعة لنا تاني. أول ما دخلت المية قالت لي يا ايه ده، ايه ده بجد، بس بطريقتها، يعني بطريقة أطفال شوية. وما جبت 2 من البتاع اللي هو بتاع غزل البنات ده، طعمه زي طعم الحلاوة الحلاوة الشعر أو الحلاوة النيفة اللي بتاع في المولد. وده شكل المية، عارفة ان لون المية عندنا مختلف، بس هي طبيعة المية كده يعني، مش زي مية شرم. بس المية كانت تحفة بجد. الموج كان هادي، القعدة كانت لطيفة جدا جدا جدا. وانا ما كنتش عايزة اطلع من المية اصلا، مطلعيني الساعة 8:30 بالليل بالعافية. وبعد كده قعدنا. ما يعني بصوا، روحت اليوم ده وخلاص بقى كنت فقدت فقدت القدرة على الخروج. فتاني يوم بقى كان بابا هيخرجنا برضو احتفالا بعيد ميلادي. انا ابنة ابي الكبيرة، انا الكبيرة بتاعت البيت يعني، انا اكبر واحدة في اخواتي يعني، وما فيش بنات غيري. فعارفين اللي هو ايه، حتى هو بيقول انا ما بنحتفلش باعياد ميلاد، ما بنعترفش بالحاجات دي، بس انا لازم ايه يعني، عشان انا غلبانة فبس بصعب عليهم. المهم لما خرجنا رحنا قعدنا في اخر شارع الصعيدي. احنا دايما كنا بناكل بيتزا عند فتوح اللي في اول الصعيدي، بس لا غيرنا المره دي ورحنا عند مطعم اسمه البش في اخر الصعيدي جنب البدري. طبعا بقول برضو عشان الناس اللي مش من هنا يعني. ايه رأيي فيه؟ المكان احلى وانضف، البيتزا حلوه جدا، الاسعار ارخص من اللي كنا بناكل عنده في الاول، الكمية أكبر، كل حاجة الناس ذوق كده. فلا احنا اتبسطت بالتغيير، واتبسطت ان احنا غيرنا ورحنا مكان جديد. أم، انا دايما أه، بحاول والله ما كنت عارفه انا اقول ايه، ولد نسيت. بحاول ان انا لما بيبقى في فرصه الواحد يتبسط بيحاول يتبسط علشان يخرج نفسه من اي حاجات. انا في الفيديو ده قلت اخرجكم وافسحكم، عارفه في ناس كتير ما راحتش صيفت، واعتقد ان انا هنروح تاني. يعني حكايه البحر دي انا شايفه الموضوع مش مكلف قوي، لا هنروح تاني، بس دوروا لي على حد يرضى يجي معايا يعني. انا عايزه اروح بس مش لاقي حد يجي معايا. فاللي عايز يجي يا ولاد الدعوة عامة، اللي عايز يجي وانزلوا معايا انا المية وانا هعزمكم والله، بس الاقي حد يعبرني ويجي. انا قاعدة بحاول اقنع ماما وبابا ان هما يروحوا تاني، بس مفيش اي اقناعات نافعة معاهم خالص. فبس كده، ده كان اليوم بتاعي، حبيت اقضيه ان انا اكون مبسوطة بس عشان يعني نشحن طاقتنا كده، ان احنا نشحن شوية سعادة نتغلب بيها على كل الطاقات السلبية اللي حوالينا، على كل الحاجات الصعبة اللي المفروض ان هي موجودة في حياتنا. فالحمد لله على كل حال. اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا كده بمنظر البحر والمناظر الحلوه. حاولت اصور لكم على قد ما اقدر، بس انا مش بعرف قوي اصور في الميه او الناس، علشان انا دايما بحاول احترم خصوصيه البني ادمين. مش شايفه ان من حق حد يبقى كده بيعوم في الميه وبتاع وانت تصوره وتطلعه على اليوتيوب يعني. فمعلش ما عرفتش اصور قوي برضو على البحر. بس اللي عايز يجي، المكان حلو قوي والاسعار معقوله والدنيا تمام والله ما تقلقوش. وبس كده، في الاخر روحنا وانا لازلت موجوده هنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بابا بيتعافى. فيعني يوم التلاتة كده وهنروح وبس كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده. طبعا عايزاكم برضو تكتبوا لي اقتراحاتكم تحت في التعليقات لافكار، يمكن عشان انا تايه من الافكار شويه. حاجه عايزين تعرفوها، حاجه عايزين تسالوا عليها، حاجات عايزيني اعملها في الفيديوهات الجايه، عشان عارفه ان انا مش متواجده بشكل كبير. بس ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه الكلام ده هيقل وهيخف شويه. طبعا الفيديو اللي فات ما اتشافش خالص، ما جابش حتى 100 مشاهده، جايب حاجه و80 تقريبا. فدي بالنسبه لي كارثه، اللي هو ليه يا جماعه، ليه يا ناس، ليه يا ولاد؟ بس عادي مش مشكله. فقولوا لي ايه اللي انتوا عايزين يقدمه، لان انا فعليا الافكار طورت من دماغي. ف ثانيه كده نشغل المروحه. من اول ما بدات اسجل صوت على الفيديو انا طافيه المروحه عشان ما ازعجكوش بالصوت، بس حاسه ان انا هفطس حاليا مش قادره. وقولي النور لسه بيقطع عندكم ولا لا؟ احنا الحمد لله الموضوع خف كتير جدا، وبقى النور بيقطع ساعه واحده بس في اليوم وفي وقت محدد، اللي هو نزل الجدول اللي بيقولوا عليه ده. فيعني ربنا يهون بقى، موضوع قطع النور ده كمان يختفي خالص، لان بجد هي ازمه بالنسبه لناس كتيره جدا، بالذات الناس اللي مش بتستحمل الحر. فالحمد لله على كل حال.
عايزاكم تاني تكتبوا لي زي ما قلت لكم في التعليقات، ويا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، شيروا الفيديو مع اصحابكم عشان يتشاف. ولو حابين تاني فيديوهات البحر والمصيف والقعده والتغيير والخروجات والفلوجات والكلام ده اكتبوا لي برده في التعليقات تحت. وشكرا جدا جدا ليكم، سلام عليكم.